السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده باذن الله هيكون اول فيديو في السلسلة اللي انا هعملها باذن الله، وهي سلسلة تعلم البرمجة. هبدأ معاك من اول الفيديو ده هتكلم فيه يعني ازاي تتعلم البرمجة من الصفر، يعني انت ما عندكش اي معرفة بالبرمجة، هعرفك ازاي تبدأ لحد ما تختار التخصص بتاعك، وممكن اوفر لك ريسورسز هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. الريسورسز ديت هتكون عبارة عن كورسات في ابرز التخصصات اللي موجودة دلوقتي في سوق العمل، وكل ما عليك ان انت تختار بس التخصص، وهوفر لك الريسورسز بتاعتها تلاقيها على البيج بتاعتي على الفيسبوك او على لينكد ان او على الانستجرام. وطبعا لو احتجت تسال اي سؤال فممكن تتواصل معايا على الفيسبوك او الانستجرام او لينكد ان. مبدئيا كده الفيديو ده هتكلم فيه عن تعلم البرمجه، يعني ايه برمجه، وليه اصلا احنا بنتعلم البرمجه، وايه هي الخطوات الاولى في البرمجه. فلو انت لسه ما تعرفش يعني ايه برمجه وعايز تدخل في البرمجه، لو انت مشغول دلوقتي سيب اللي في ايدك وركز في الفيديو ده، او وقفه منين ما تحب ترجع تاني تسمعه بتركيز، اسمعه بتركيز افضل علشان تستفيد منه بقدر كبير. يعني ايه برمجه؟ هبسطها لك خالص عشان تفهمها. تعرف ترجمه جوجل اللي هو جوجل ترانزليت؟ جوجل ترانزليت ده انت بتحط له كلمه، تمام، وبيطلع الترجمه بتاعتها. الكلمه اللي انت بتحطها في الترجمه ديت عايز تترجمها، تروح ترجع للقاموس بتاع جوجل، بتجيب لك الكلمه دي تترجمها لك وتحطها لك في الايه، الترجمه بتاعت الكلمه الانجليش وانت ترجمتها. فدلوقتي انت حطيت كلمه، فالكلمه دي موجوده في طرف ثالث. الطرف الثالث ده في البرمجه اسمه كومبايلر. يعني انت هتحط الكلمه مثلا في جوجل هيرجع للقاموس بتاعه، القاموس بتاعه هيطلع لك الترجمه بتاعت الكلمه دي. نفس اللي بيحصل في البرمجه. اي لغه انت تتعلمها فيها حاجه اسمها سينتاكس. السينتاكس ديت البنيه بتاعت اللغه، بمعنى ده عامل زي الديكشنري بتاع جوجل ترانزليت. انت بتديله كلام هو عارفه وهو بياخده يبعته للآلة، وبياخد الآلة بعتته يترجمه لك للغه اللي انت عارفها اللي هي الانجليش. في سؤال هيراودك دلوقتي اللي هو يعني ايه اصلا كومبايلر، وليه هيبعته للآلة والحوارات ديت كلها. الآلة ما هي الا عباره عن هاردوير. الهاردوير ده بيفهم بلغه الصفر والواحد. طيب الصفر والواحد ده علشان نكلموه لازم حد يكون فاهم لغه الصفر والواحد زيه. في مجموعه من مهندسين البرمجه بيفهموا صفر وواحد، فبيعرفوا يكلموا الآلة ديت دايركت. هم بقى الناس ديت عملوا لك سوفت وير. السوفت وير ده من خلاله تعرف انت تكلم البرمجه من خلال الانجليش. يعني انت دلوقتي عندك الهاردوير بيتكلم بلغه الصفر والواحد، وعندك ناس بتفهم لغه الصفر والواحد، وعندك لغه الانجليش. فالناس اللي بتفهم لغه الصفر والواحد دول عملوا لك لغه او عملوا لك كومبايلر مثلا او ترجمه للغه الآلة، من خلالها اللي انت هتدخل الكلام وهياخدوا اللي هيطلع من الآلة النتيجه هيترجموها لك للغه اللي انت عارفها اللي هي الانجليش. فدي بكل بساطه دي حاجه اسمها كومبايلر في اللغه. يعني اللغه اللي انت تتعلمها ديت ما هيش لغه الآلة ولا حاجه، دي لغه بتحاكي لغه الآلة. طيب انت كده هتقول لي انت لخبطتني انا مش فاهم حاجه. ما هي الا لغه انجليش مثلا، وعندك كومبايلر، وعندك لغه الآلة صفر وواحد. الكومبايلر ده بياخد منك الكلام اللي بالانجليش يوديه للآلة صفر وواحد، يترجمه عنده يوديه صفر وواحد، وياخد النتيجه يرجعه عنده برضه وياخده يحوله لك للانجليش ويديه لك تاني بكلام انت تفهمه. بس ديت لغه البرمجه. احنا بقى بنتعلم برمجه ليه؟ انت دلوقتي لو انت عايز تحكي الهاردوير زي الموبايل مثلا اللي انت ماسكه ده، الموبايل اللي انت ماسكه بتتفرج عليها منه دلوقتي او الكمبيوتر، ما هو الا عن سوفت وير وهاردوير. الهاردوير اللي انت ماسكه، قطعه الحديد اللي انت ماسكها دي هاردوير. من غير السوفت وير اللي انت من خلاله بتشوف الريزلت والتفاعل بتاعك اللي انت بتعملها على التليفون، من غير السوفت وير ده مش هتعرف تخاطب الآلة ديت او قطعه الحديد اللي هتكون خرده في ايدك. فمن خلال السوفت وير اللي انت بتشوفه والسيستم اللي بيكون في الموبايل سواء كان اندرويد او ابل، من خلال السوفت وير ده انت بتعرف تتفاعل مع الموبايل وبتعرف تتصل وبتدخل على النت. الكلام ده اسمه سوفت وير في الموبايل. تحديدا بقى شفت التطبيقات اللي انت بتستخدمها وبتنزلها من على جوجل بلاي او من على الاب ستور، التطبيقات ديت احنا كسوفت وير ديفلوبرز احنا اللي بنطورها. يعني احنا اللي بنكريت الابلكيشنز ديت، واحنا اللي بنحط كل حاجه فيها من خلال لغه برمجه. يعني اللي انا عايز اوصله لك ان انت من خلال لغه البرمجه ممكن تعمل ابلكيشن كامل وتحطه مثلا على جوجل بلاي واحنا ننزلوه نستخدموه. نفس النظام برضو ينطبق على البي سي اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب او التابلت. طيب انت كده عرفت يعني ايه برمجه وعرفت احنا بنستخدم البرمجه في ايه. وانا نصيحتي ليك لو انت ما عندكش الشغف ان انت تتعلم البرمجه، حاول يكون عندك شغف وحاول تتعلم البرمجه، لان الجاهل في المستقبل هيكون اللي ما يعرفش لغه برمجه مش اللي ما يعرفش انجليش مثلا. وحاجه مهمه جدا لازم يكون الانجليش بتاعك متوسط، او يعني يا دوب بتعرف تقرا وتكتب علشان خاطر تفهم الكود بتاع البرمجه. ما ينفعش واحد يكون زيرو في الانجليش ويدخل يتعلم برمجه، مش هيفهم حاجه وهياخد وقت اكبر من اللي داخل وفاهم الانجليش كويس. يعني لو انت مستواك ضعيف حاول تقوي نفسك في الانجليش الاول وبعد كده تتعلم برمجه. ولو انت بتسمع الفيديو وانت صغير في السن لسه ممكن تقوي الانجليش بتاعك وبعد كده تدخل في البرمجه، او ممكن تبدا دلوقتي في البرمجه وتقوي الانجليش بتاعك وانت ماشي في البرمجه. الفيديو ده كان تعريف يعني ايه برمجه، ولو انت ناوي تتعلم البرمجه تابع الفيديوهات اللي هتكون بعد الفيديو ده، هتلاقي
فيها شرح تفصيلي عن اول الطريق. هتلاقيني بتكلم عن التخصصات واللغات وايه الفرق ما بينهم، وهتكلم عن افضل طريقه للمذاكره، وهتكلم عن افضل اللغات في سوق العمل حاليا. ولو انت لسه مش مشترك في القناه فاشترك في القناه، وهتلاقي على القناه بودكاست اسمه باينري توك. البودكاست ده بنستضيف فيه ناس وبنتكلم عن البرمجه بشكل عام في كل مجالاتها وتخصصاتها. ده كان فيديو تعريفي بس عن بدايه البرمجه، وهنتكلم بشكل اعمق باذن الله في الفيديوهات اللي بعد كده. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.